السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده هعمل لكم بانيه. انا عاملاه اصلا، يعني انا متبلاه، بتبل اي حاجه، يعني بانيه، لحمه بانيه، اي حاجه. بفتيك ده بعينه في التلاجة، بيبقى مش فاضيه الكلام ده، بطلع على طول وايه، وبعمل لهم الأكل. ده كنت متبلاه بصلايه واحده وملح وفلفل، وكنت مقلباه كويس. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان اوصلكوا كل جديد. بصوا انا بتبله كله كده البانيه كده، يعني انا مقلبه عليه بضايه عشان معلقة على الزيت عشان يسخن على طول. انا الفيديو ده مكون كده بكام حاجة حلوين يعجبوكوا. عاملة بانيه وعاملة كام حاجة حلوين هتشوفوها معايا دلوقتي، يا رب تعجبكم. يعني اي حاجة بصورها صراحة بنزلها اليومين دول عشان بقالي كتير داخلة في 3 4 اشهر ما نزلتش. كان الزيت ده بقى ايه، قلحة كويس اهو، وانزل بالبانيه. ده كنت عاملة فيه بانيه قبل كده، يعني مش بقاله كام مرة، دي تاني مرة اعمل فيه، بس قلت اعمل فيه بقى النهاردة احمر البانيه. وهعمل لكم بقى ايه شويه حاجات كده هيعجبوكوا قوي النهارده. كنت صراحه النهارده بقى مستعجله قوي، قلت اعمل الفيديو ده ومش طويل قوي، وعشان ما تزهقوش برضو. اللهم صل عليك يا نبي. ايه عملت جنبه بقى شويه مكرونه، صلوا على النبي في الكومنتات عشان يوصل لكم الجديد برضو. عليه افضل الصلاه والسلام. ما بياخدش وقت خالص على النار، على طول. اول ما بيتحمر بتلاقيه مقرمش وجامد، بس اهم حاجه مبقاش زيت قليل. البانيه لازم تزودي له في الزيت. يعني انا عملت كده الا ربع، والنص التاني الربع الاخير بقى عملته ايه من غير مش قليه، ان انا ما بحبش حاجه مقليه. يعني ده عملت لهم كده، والتاني عملته ايه، سويته منه فيه. حطيت هنا شويه زيت في الطاسه، هنزل بقى بالصلصه، واحط بقى الملح والفلفل كده، واسيبها تاخد ايه تسبيكه، يعني مش كتير قوي، حاجه بسيطه قوي كده. وحطيت شويه ملح صغيرين، واقلب ده كله مع بعض، واسيب ده يسبكوا بقى، ما بياخدوش ثواني. الصلصة العادية دي، لو صلصة طماطم وكده، هي دي اللي تاخد وقت شوية. معايا هنا بقى ايه، يعني كيلو الا ربع مكرونة. مم. بس يعني انا كده خلاص شطفت المكرونة، كنت سلقاها وشطفتها، نزلت على طول بالمكرونة، اقلب كل ده مع بعض عشان تاكلي احلى شوية مكرونة تحفة. كده عملت الغدا، اسرع من كده مش هتلاقي الصراحة. وده البانيه بتاعي المقلي، واللي انا عاملاه مسويه منه فيه ده، وشوية المكرونة التحفة ده. بصوا أكلة جميلة ومش تاخدة أي وقت، لو أنت موظفة أو كده يا ريت تتبلي كل حاجة من بالليل. معايا هنا بقى صينية، دي ده انت عارفين ان انا بستخدمه على طول، نفس معيار السكر، نفس معيار الزيت، وثلاث بيضات، وكيس بيكنج باودر، كيس فانيليا، كيس فروتي برضو. ومعايا دقيق، هاخد من الدقيق اقل من ربع كيلو، يعني انا بعاير بكوباية. هنزل الاول كده بالحاجة بالمقادير بتاعتي: السكر، الزيت، وثلاث بيضات، وكيس الفروتي، وكيس الفانيليا، كل ده مع بعض. وهضرب كل ده مع بعض كده. عشان ايه؟ بصوا انا بعد في الضرب كتير عشان السكر يدوب خالص. سبته لغاية ما السكر ناعم خالص عشان ما يخلي الكيكة طعمها حلو. هزود عليه كوباية مية، كوباية بس مش اكتر، عشان تطلع الكيكة معاك هشة وجميلة. لو عندك لبن وعايز تحط لبن براحتك. هجيب برضو بالمعلقة كده الجناب كده،
عشان كله يندمج مع بعض، وضربته كويس كده. اسهل طريقة كده هتعمليه ما شاء الله تحفة ومخدش وقت. جبت بقى دي زي ما انا قايله لكم كده، حبة صغيرين اقل من ربع كيلو دقيق، وكيس عليه بيكنج باودر، واقلبهم مع بعض، وهنزل بالخليط باستمرار بقى تقلبي على طول لغاية ما كله يندمج مع بعض، ما يبقاش فيه دقيق باين، وكل المقادير اللي انا حطاها دابت مع بعض كده. هقعد شوية كده محترمين ان انا اقلب فيها. دي ممكن تعمليها للعشاء او فطار. قلبتها كلها كده، هكون جايبة صينية ولا هدهنها اي حاجة الصينية، بس اهم حاجة التقليب باستمرار عشان تبقى ايه ناعمة معاكي. الصينية دي ولا دهنة فيها اي حاجة. فضيت كله كده في الصينية، وكنت مشغلة الفرن لغاية ما سخن خالص كده. خلصت الصينية التحفة دي للعشاء أو الفطار، وأفتحها بقى واللي عايز ياخد منها بياخد. دي عملت الصينية دي ما كملتش حاجة. وتقوم معايا بقى ايه ربع كيلو نص كيلو لوبيا. هقول لكم هعمل فيها ايه دلوقتي. كنت سلقاها برضو ومظبطاها وعاملة فيها كل حاجة، بس متنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة. قطعت بصلاية على شوية زيت كده صغيرين مش كتير قوي، واسيبها بقى لغاية ما تحمر خالص معايا البصلة. ومعايا أقل من نص كيلو طماطم برضو ضربته في الخلاط ومصفياه كويس. بس أنا بحب أنزل بالتوابل الأول، بيديني طعم حلو قوي. لو سبتها شوية كده مع البصلة تتقلب شوية معايا، والسبع بهارات كل ده قلبته مع بعض. هنزل بالطماطم واسيب ده كله يتسبك مع بعض بقى. خلاص كده اتسبكت، ما خدتش بصوا، اسهل ما يمكن. هتعجبك قوي. بصوا يعني انا ما كنتش بحبها حبيتها. لايك واشتراك في القناة، اشوفكم على خير. بعد ما اتسبكت كده بقى على طول هنزل باللوبيا. دي اللوبيا عين بيضة حلوة قوي هتعجب. بس وهتاخد غلوة وكده خلصت اللوبيا الجميلة بأسهل طريقة وهتعجب ما شاء الله. أنا عجباني أنا عامة في ناس بقى بتقول على راس توم. يلا بقى أشوفكوا على خير.